طيب بسم الله. ازيك يا صديقي؟ اخبارك ايه؟ شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت، شرحنا فيديو، عملنا فيديوهين. الفيديو الاولاني كان شرح الريدكس بالجافا سكريبت بيور عشان خاطر نفهم فكرتها ونفهم البيز من تحت قوي عامل ازاي. وفي الفيديو التاني شرحنا الريدكس مع الرياكت وعرفنا ان الفرق مش كبير الفرق في حاجات بسيطة جدا، يعني ما يختلفش كتير عن جافا سكريبت. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح الرياكت الريدكس تول كيت. يعني هو في هنا بقى ايه تغيير كبير بس للاسهل، يعني للاحسن. التغيير مش صعب، التغيير سهل وجميل وبسيط ان شاء الله. طيب انا ثبت مشروع رياكت، يعني كريت مشروع رياكت، وهناخد اللاين ده وهنثبته معانا برضو هنا. طيب اللاين ده بتاع ايه؟ ده اللي بيثبت رياكت سوري ريدكس تول كيت. طيب ايه الفرق بين ريدكس العادية وريدكس تول كيت؟ هو يعني الى حد ما مفيش فرق قوي، يعني هو الموضوع كله قايم على ايه؟ يعني هي نفس البيزكس عامة، بس الكتابة السنتكس مختلف شوية. يعني في ريدكس العادية كنا بنعمل اكشنز لوحدها ونعمل كونستانس لوحدها ونعمل ريديوسر لوحده. ريديوسر كان بيلم الاكشنز اللي عندي كلها وبعد كده بقى اروح اكريت ستور والكلام ده كله. طيب بالنسبه لل الريدكس تول كيت، ايه اللي بيتم هنا او ايه شكل الستور اللي بيتكريت؟ بص، هو الموضوع بسيط جدا. الموضوع كله عباره عن ايه؟ عباره عن ريديوسر او حاجه اسمها سلايد. يعني انت بتكريت سلايد، مثلا انت هتعمل مثلا عايز تعمل ريديوسر للبرودكت وريديوسر لحاجة تانية، مثلا معاملات بنكية أو أيا كان البروسيس التانية اللي أنت عايزها. تمام، فبتعمل لكل واحدة ريديوسر، صح؟ لا، هي هنا بقى بتعمل حاجة اسمها سلايد. تمام، هنعملها دلوقتي مع بعض إن شاء الله، وهنشوف إيه اللي إحنا بنتكلم فيه، أو يعني إيه سلايد أو إيه المفهوم الجديد ده. طيب ممكن هنا نيجي مثلا نكريت فولدر نسميه ريدكس تول، أو خليه ريدكس بس، يعني لحد ما تجي أحلى. تمام، هنكريت جواه الأول كده. هنكريت وهو يعتبر فايل واحد أصلا. هقول له مثلا هنا إيه، برودكت. هنعمل مثلا عن برودكت، يعني عشان خاطر إيه يبقى فيه معاملات ونقدر نشوف ونجرب كل حاجة من خلاله. تمام، احنا قلنا الموضوع بيبقى عبارة عن إيه؟ سلايد. طب ما تعالوا نشتغل ونشوف الكلام بيقول ايه. طيب هنعمل الاول طبعا كالعاده الاكسبورت دايما في، يعني وانت شغال الريدكس الاكسبورت زي كونست، لان كل حاجه يعتبر ايه بتطلع منها تخش هنا. تمام، فهقول له هنا برودكت سلايس، وهقول له طبعا احنا مثبتين ايه الريدكس تول كيت، فهستخدم منها حاجه اسمها كرييت سلايد سلايس سوري، سواء جابها لي اهي. وهفتح الاكواز بتاعتي الجميله دي وهفتح جواها اوبجكت. طيب بحط ايه جوه هنا بقى في السلايس دي؟ والله بص، السلايس دي اول حاجه بتاخد منك نيم، لازم يكون النيم يونيك. تمام، فطبعا بناخد الاسم بتاعنا اللي هو بتاع السلايس، لان انا اكيد مش هكرره تاني. تمام، وبتاخد منك الانيشال ستيت اللي هي الاولى ليك. تمام، طبعا هتكون ايه عباره عن اري فاضيه. طب ليه اري؟ ما احنا هنشتغل على برودكتس منتجات، فطبعا منتجات يعني كل منتج في اوبجكت وكده، فاري اللي بتشيل الكلام ده. تمام جميل، ماذا بعد؟ والله بنشتغل على الريديوسرز بقى، وابدا هنا احط الريديوسرز بتاعتي. تمام، خلونا نروح مثلا نكريت هنا معانا كومبوننت، او ماشي نخليها كومبوننتس. هاجي هنا هقول له كريت لي برودكت دوت جي اس، لا جي اس اي سوري، ده هيبقى رياكت بقى، هنخليه جي اس اكس. تمام، وهنيجي هنا هنقول له مثلا export default function، هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها products عادي جدا. تمام،
هتريترن ايه، نخلي كده بص الريترن هنا مختلفة شوية. تمام، تعالى مثلا ايه نتست الموضوع ده، مثلا نجرب نتست الو ايه ده سوري. تمام، نروح نجيبها في الاب ونتست الدنيا عندنا، فاقول له هات لي هنا عندك كومبوننت اسمه products هاتهولي. تمام، ونشغل البروجكت بتاعنا ونروح نتست الدنيا الاول قبل ما نعمل اي حاجه. هات يا باشا. تمام، كل حاجه شغاله زي الفل. عايزين الاول بس خلينا ايه نعمل حاجه بسيطه، فممكن نقول له ايه، ممكن نعمل مثلا input وبوتن ونضيف احنا منتجات يدويا. تمام، عايزين بس نفهم الفكرة ان الموضوع عندي هنا بينقسم لجزئين، جزء يعني في حياة السينكرونس بتشتغل بطريقة، وفي حياة الايسينكرونس بتشتغل بطريقة تانية. فاحنا عايزين نجرب الاول موضوع السينكرونس بتاعنا. تمام، خلي بس دي زي ما هي ونقول له ايه برودكتس، وعايزين نجرب الاول موضوع نعمل فور الموضوع ده الاكشن ده. طيب انا عايز اعمل هنا ايه، والله انا عايز اعمل مثلا input اخد بيه الداتا بتاعتي من اليوزر. تمام، نيجي بس نكريت هنا، احنا عامة اللي هناخده من اليوزر تايتل يعني اسم بس، والاي دي احنا هنجنريته مع نفسنا. تمام، اقول له انا set title وهقول له use state. تمام، والانيشال بتاعتك هتكون ايه string فاضي. طيب هقول له هنا ان الفاليو بتاعتك هتكون التايتل، وهقول له في حالة الاون تشينج طبعا ايه عارفين الكلام ده كله. حالة الاون تشينج هتشغل الفانكشن دي الا وهي هقول له set title، لكن نديله هنا الايفنت الاول. اقول له انا هحط لي الايفنت دوت تارجت دوت فاليو. تمام، وفي حالة هعمل انا برضو بutton وهقول له التايب بتاعه هيكون submit. تمام، وهقول له انا ايه ادي مثلا او اد كفاية. بص على المنظر اللي مش جميل ده، مش مهم اليو اي، اهم حاجة ايه نفهم الميكانيزم او الدنيا شغالة ازاي او الدنيا ماشية ازاي. وهاجي هنا هقول له مثلا ايه const handle for، طبعا احنا عاملين فورم فلازم نهندلها. سوري event، اقول له الايفنت دوت، يا رب اكتبها صح، event default. كده المفروض ان انا ببنى السلوك الافتراضي للفورم عندي ساعة في حالة السبميت. تمام، فانا هقول له ايه on submit شغال لي فانكشن اسمها ايه handle form. انا كان ممكن اكريت الكلام ده كله من بدري، بس قلت ايه اكريته معاكم بحيث تبقى الامور واضحة. بس انا مبحبش الفورمات ده كده، وانا عملت ايه طيب ماشي اقفل. تمام، كلام جميل وزي الفل. احنا هنا استلمنا الداتا اللي جايه لنا من اليوزر وحطيناها في التايتل. عايزين نبدأ مثلا نجهز مثلا هنا برودكت، فنقول مثلا نيو برودكت بيساوي لا عايزين اوبجكت على طول. تمام، بقول له مثلا الاي دي هيساوي فانكشن اسمها جنريت اي دي، وهكريت انا الفانكشن دي دلوقتي. هي دي بس حاجه عشان خاطر ايه تولد لي ايديهات مش اكتر. تمام، والتايتل هيكون عباره عن ده. تمام، التايتل هيكون عباره عن ايه التايتل بتاعنا اللي هي الستيب بتاعتنا.
كلام جميل وزي الفل. تعالى بقى ايه فوق كده فوق الفورم نكريت الفانكشن اللي جنريت الاي دي، واقول له انا كونست هات دي دي سوري، واقول له هنا ايه جنريت اي دي بيساوي ديت، هنجيبه عن الطريقه المعتاده ديت دوت ناو. تمام هو كده ايه هيكريت لنا ايديات في كل مره مختلفه. تمام هي مش هو انا مش حاطط كونديشن يتاكد ان هي مختلفه ولا لا، ولكن هي ايه نادرا يعني قليل جدا 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 لو طلع رقمين زي بعض. فطبعا احنا لما نيجي نشتغل مشروع حقيقي بنأمن نفسنا حاجه زي كده، بنحط الكونديشن الاول يتاكد ان الجنريتنج اللي هيتم دوت مش هيكون متكرر قبل كده. تمام ولكن احنا عشان خاطر ايه عايزين نكسب وقت مش اكتر، ما بنهتمش بالتفاصيل دي. تمام احنا هنا كريتنا الاي دي او عملنا جنريت الاي دي، وعملنا هنا نيو برودكت. المفروض هنا بقى ايه عشان نشتغل بقى هنا ايه سينكرونس عادي، فهنقول له ايه مثلا لو عندي ديسباتش اقول له ديسباتش نيو برودكت دوت، فطبعا ايه هيتحفظ عندي في الليست اللي انا هعملها ان شاء الله. طيب نروح نكمل. طيب هقول له عندك حاجه اسمها اد برودكت، هي مش عندك احنا بنكريتها عامه لسه. اد برودكت بتساوي دي بقى ايه طريقه اللي انت بتعمل بقى الريديوسر بتاعك. تمام وبتاخد كالعاده بتاخد ستيت او مؤاخذه، بتاخد ستيت وبتاخد منك اكشن برضو زيها زي ايه الاكشن العادي احنا متعودين عليه. ايه اللي حصل هنا في ايه؟ انا عامل سبيس صح؟ ايوه ماشي طيب احنا في الريدكس ما كناش ننفع نعمل دايركت ميوتيشن، ما كانش ينفع تعدل دايركت على طول على الستيت. لا انت هنا تقدر تعدل دايركت. يعني ايه يا باشمهندس؟ مش فاهم ولا اي حاجه حبيبي. شايف الستيت بتاعتك بوشيني فيها البرودكت الجديد اللي معاك. البرودكت هيبقى جاي منين؟ هيبقى جاي من اكشن دوت بيلود، هو جايبها لك وبيكملها لك. الدنيا سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. مش احنا كنا بنستخدم اكشن بيلود عشان نجيب الداتا بس انا ما عملتش هنا اكشن بيلود. هو اصلا يا حبيبي السلايس بيجنريت الكلام ده كله مع نفسه، يعني بيعمل الكلام ده كله مع نفسه. دي ميزه الريدكس تول كيت. انت مش بتكتب اكشن بايدك بقى او تيجي في الريديوسر تخش تهندله والكلام ده كله. لا 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 لا، انت بتعمل ريديوسر بتعمل الاكشن بتاعك وبتبدا تبوش داتا على طول دايركت جواه. كلام جميل زي الفل. تعالى نروح نكريت ستور. ممكن نخلي الستور بره في العموم هنا كده مثلا. فهنقول له هنا ايه ستورج مثلا جافا سكريبت. طيب هنكريت الستور ازاي؟ والله يعني هو الموضوع مش صعب، بس الاول احنا هنا محتاجين نخرج حاجتين. محتاج اخرج من هنا الاكشنز اللي عملتها اللي هو زي الاد برودكت، ومحتاج اخرج الريديوسرز نفسه. فهعمل كده ازاي؟ هقول له تعالى حاضر عينيا، اقول له اكسبورت كونست. محتاج اخرج اكشنز زي ايه؟ عندك الاد برودكت حاليا ما عندناش غيره. تمام هتخرجه منين؟ اسم السلايس ايه اهو. طيب هقول له دوت اكشنز، هو بيجيبها له كده. الاكشنز اصلا بقى جنريتنج معايا، اتكريتت خلاص. يعني مجرد ما تستخدم الاد برودكت بره هي اتكريتت معاك وبقت ايه جاهزه للشغل. طيب هحتاج اخرج ايه تاني؟ هحتاج اخرج معاه برضو الريديوسر نفسه. تمام عشان خاطر ايه استخدمه في الاستورج او في الستور. فاقول له اكسبورت ديفولت برودكت سلايس دوت ريديوسر. كده انا خرجت الريديوسر. تمام اجي هنا بقى وهقول له كونست، بس طبعا اكسبورت طبعا برضو اكسبورت كونست ستور بيساوي كرييت، لا مش كرييت configure تمام. وباجي جوه هنا بس بقى حبيبي ما تتعبناش معاك. باجي جوه هنا بقول له ايه ريديوسر، وببدا اكريت ريديوسرز بتاعتي. عندي اول ريديوسر ايه؟ والله هو واحد حزين اللي عندي دلوقتي. طيب هقول له هسميه مثلا برودكت، ده الكي وورد بتاعتي، وهحط هنا ايه البرودكت سلايس هاتهولي. تمام قال لك برودكت سلايس برودكت.
ممكن نروح على الباص ده نتأكد برضو. أيوة تمام ماشي، كلام جميل وزي الفل. كريتنا الستور بتاعنا، تعالى بقى نروح نستخدمه في المين، نلف بيه الاب بتاعنا كله. طيب جميل، اقول له هنا ايه بروفايدر. طبعا احنا استخدمنا بروفايدر قبل كده وعرفنا الموضوع بتاع البروفايدر ده. هنحط جواه الايه الاب بتاعنا. هاجي جوه البروفايدر هديله، هقول له الستور بتاعك هتجيبه منين بقى؟ ستور ستورج دوت جي اس اللي انا مكريته لك. فهو كده خلاص، هو ايه اعتبر ان الاب الستور بتاعه كله على بعضه هيجي من هنا، الداتا بتاعتك كلها هتيجي من هنا. تمام. طبعا احنا عندنا اكتر من ريديوسر او اكتر من سلايس بنكريه تحت هنا. مثلا لو عندي بنك، عندي مثلا اي داتا مش هتفرق. تمام. ممكن نروح دي كده، احنا كده كريتنا في جزء من خلاص. سوري، ادي في المين. تمام، هندلنا الجزء بتاعها وجينا في الاب هنا استدعينا البرودكتس. تمام، وجينا في البرودكتس قلنا له عملنا هندلنا الفورم بتاعتنا وولدنا اي دي. ومحتاجين بقى ايه هنا ايه نبدأ نستخدم الاستورج بتاعتنا او الريدكس بتاعنا. فهقول له كونست يوز سيلكتور. طبعا بجيب السيلكتور عشان خاطر ايه متبقاش معايا ليه يوز كونست ستيت بتساوي يوز سيلكتور. السيلكتور بتاعك هتكون ايه ولا هتكون الستيت؟ هو ايه حكايه الايه اللي سابقه معايا دي؟ مطلعتش الايه بس ايه، وهتريترن معايا الستيت دوت، انا مسميها ايه معلش برودكت. لازم الاسم، او ممكن نخليها برودكت افضل يعني واقعيه شويه. لازم الاسم يكون نفس الاسم. تمام، حتى لو منتج واحد او ريديوسر واحد. حتى لو ريديوسر واحد. تمام. وهاجي اقول له برده كونست هتعمل لي ديسباتش. انا محتاج اعمل ديسباتش طبعا يعني البرودكت ده مش هيدخل لوحده. تمام، اقول له ديسباتش هتستخدم لي الهوك اللي اسمه يوز ديسباتش. تمام، كلام جميل وزي الفل وعشرة على عشرة. نيجي هنا بقى في الهاندل فورم، احنا كريتنا برودكت صح؟ طيب اعملي ديسباتش ليه. هتديسباتش ليه فين؟ اقول له انت عندك اد برودكت، عندك اكشن اسمه اد برودكت. اكشن اصلا ايه مخرجه من السلايس بتاعي صح اهو، انا مخرجه هنا اهو. طيب اروح استخدمه في البرودكت. طيب كلام جميل. احط فيه ايه؟ النيو برودكت اللي جاي لك، نيو برودكت اهو اللي معانا ده. بس كده بس كده. والله كلام جميل وعظمه على عظمه وزي الفل. انا بس ايه نديها واحده لوج هنا عشان نبقى الامور واضحه معانا. ستيت عشان نبقى شايفين ايه الدنيا رايحه ماشيه فين ورايحه فين وجايه منين. خلاص تمام، كلام جميل وزي الفل. نتاكد من الاستراكشر بتاعتنا. ادي النيو برودكت اللي احنا هنكريته. خدنا التايتل خدناه من الستيت، والستيت احنا اصلا حطينا الفاليو بتاعتها من اون تشينج من الانبوت اللي اليوزر هيدخل فيه الداتا بتاعته. وهيبدا يعني الموضوع مش ازاي اليوزر هيدخل لي داتا. تمام، انا خدت الداتا حطيتها في الستيت في التايتل، والتايتل حطيته عينته عندي هنا ايه في النيو برودكت في الاوبجكت بتاعي اللي هو عباره عن نيو برودكت. والاي دي انا ولدته باستخدام يا راحت فين هي الديت انا ممكن ادخلها جوه عشان تشتغل في كل مره. تمام، والاي دي انا طلعته ايه مانوال بايدي. وجيت هنا عملت الديسباتش. خلاص بقى لما خلاص هو بيبقى اوريدي اليوزر عمل سبميت صح. طيب قلت له ديسباتش هتضيف لي برودكت جديد في النيو برودكت. ممكن نروح نشوف ونجرب وصلنا لحد فين. قال لك undefined ممكن عشان خاطر احنا ما حطيناش داتا لسه. تيست قال لك ايه storage does not have a valid reducer make sure the argument based to combine reducer. ممكن نروح نبص على الريديوسر ونقول بسم الله initial state الريديوسرز بتاعتنا الستيت انا قلت له state دوت باش اكشن دوت بيلود
هنا الاستورج بتاعتنا برودكت سلايس. انا عامل اصلا المفروض اعتقد الطريقة دي غلط في الكودينج. نتأكد تاني. قال لك اوبجكت اند فايند ولا جابه؟ جابه تمام. هي المشكلة كانت هنا لان البرودكت سلايس انا عامل له اكسبورت ديفولت، فانا يعني ما يتحطش في بين الاكواس. يعني اي اكسبورت ديفولت عندك زي ده كده اهو ما بيتحطش بين الاكواس ديت. تمام، الاكواس اللي هي دي. تمام، هذا عملنا تيست والموضوع اشتغل الحمد لله وكله زي الفل. محتاجين بس ايه لما اليوزر يدخل حاجه نفضل الانبوت بتاعه. فممكن اجي هنا في كل مره يعمل لي سبميت. اذا انا بعمل ايه اقول له set title فضل لي الانبوت. تمام، كلام جميل وزي الفل وعظمه العظمه. هنا بس نتشيك مره كمان فنقول هنا ايه تيست. تمام، كلام زي الفل. طيب محتاج بقى دلوقتي خلاص احنا جربنا اهو عرفنا نشغل الريدكس تول كيت ازاي، وعرفنا السلايس ازاي بنكريته، وعرفنا ان هو بياخد نيم ولازم يكون يونيك وبياخد انيشال ستيت زي الريديوسر اللي كنا بنعمله قبل كده. والريديوسرز دي عباره عن الاكشنز اللي بتتم عندك، والاكشنز هنا برضو بتاخد نفس الكلام، بتاخد ستيت وبتاخد اكشن. ولو في حاله ان انا عايز مثلا اضيف منتج او حاجه بقول له ستيت دوت باش، بعمل ميوتيشن على طول ما فيهاش بقى ايه. يعني احنا الكلام ده كان في ريدكس يودينا في داهيه، لا هنا عادي قشطه. دي بقى ميزه ريدكس تول كيت، تروق عليك. بس كل حاجه سهله وبسيطه ومش محتاجه ايه لعبكه كتير. نيجي بقى للجزء اللي ممكن يكون رخم شويه. انا عندي اي بي اي عايز اجيب منه داتا. هل ينفع اجي هنا واضيف مثلا؟ احنا هناك لو تفتكروا كنا عملنا الجيت او تقريبا فيتش برودكت، وبعد كده حطينا الفيتش برودكت او الداتا اللي جايه من الفيتش برودكت حطيناها في الجيت برودكت، ومن خلال الجيت برودكت عيننا الداتا بتاعتنا وبدأنا ايه نستعملها وهكذا. طيب هل ينفع من هنا الكلام ده؟ لا. قال لك طب ليه لا؟ عشان خاطر هنا الجزء اللي بيتحط جوه الريديوسر ده او الاكشن اللي بيتحط جوه الريديوسرز دي لازم تكون سينكرونس، ما تكونش فيها بروميسز او ايا كان. طيب انا لو عايز اشتغل بسينكرونس، ما انا اكيد يعني هشتغل مع باك وباك هيبعت لي اي بي اي، من خلال الاي بي اي ده هاخد منه الداتا. اقول لك حاضر. نشوف بقى الطريقه بتاعه الاسينكرونس هنستخدم ايه ولا هنعمل ايه. هنقول له هنا اكسبورت كالعاده. ايه ده؟ ماشي، اكسبورت في ايه؟ حول ولا قوة الا بالله. اكسبورت كونست. عايز تعمل ايه؟ بص، عايز اعمل فانكشن اجيب بيها الداتا. اقول لك تعالى ايه نمشي ستيب باي ستيب كده. فيتش اول برودكتس مثلا. طيب دي هتساوي ايه؟ بص، احنا هنا استخدمنا ايه؟ كريت سلايس صح؟ هنا كنا عشان نعمل فانكشن او اكشن بروميسز او بروميس كنا بنستخدم الايه الريدكس سانك والميدل وير منها عشان خاطر نقدر نكريت الجزء ده. قال لك هنا انت بتعمل حاجه اسمها كريت اي سينك سانك. طيب كلام جميل. قال لك بكتب ايه جوه بقى؟ بتديله التايب بريفكس بتاعك، بتديله فين يعني او على هيئه ايه؟ على هيئه سترينج. فهقول له حاضر تعالى نديله التايب بريفكس بتاعنا. فهنقول له عندك الفيتش، لا سوري، البرودكت اسم السلايز الاول اللي هيدخل جواه سلاش فيتش اول برودكت ونحطهم ايه في سترينج. كلام جميل وزي الفل. ماذا بعد؟ تبدا بقى ايه تكريت الفانكشن بتاعتك. فهقول له هنا ايه سينك. تمام، وابدا هنا ايه اشتغل شغلنا العادي جدا. انت عايز تعمل ايه؟ والله انا عايز اجيب داتا. طيب خلينا بس ايه نجيب اليو ار ال هنا كده عشان خاطر نقدر نستخدمه براحتنا. فاقول له كونست اي بي اي اندرسكول يو ار ال هيساوي. طبعا احنا ايه شغالين في كستور اي بي اي لان هو يعتبر ايه احسن حاجه نجرب عليها بالنسبه لنا. هو يعتبر اصلا شبه الحقيقي، يعني بيديك فعلا داتا. هي وهميه بس بيديك داتا وبيديك ريكوستات وبيديك ريسبونسات مختلفه وهكذا. طيب ريكستور اي بي اي دوت كوم. طبعا احنا عندنا هناك اند وين اسمها ايه برودكتس. تمام، كلام جميل زي الفل. ريكستور اي بي اي
دوت كوم سلاش برودكتس. تمام. بتكريت يا باشا الاسynchronous فانكشن بتاعتك او الاسynchronous اكشن بتاعك عادي جدا. طيب هيجي هنا اقول له كونست ريكوست مثلا وليكن بيساوي ويت، وهقول له عايز اعمل فيتش على الاي بي اي ده، اي بي اي يو ار ال، وهاجي هنا اهندل طبعا الكلام ده، فاقول له هنا الداتا وليكن مثلا اويت الريكوست دوت جيسون، استلمها وهندلها لي عشان اعرف استخدمها. وهقول له ايه؟ اقول له ريتيرن بقى. هنا كنا بنستخدم الايه؟ الديسباتش. لا هقول له ريتيرن ليه؟ عشان انا كده كده هاخدها دلوقتي وهنزل بيها جوه السلايس ده. تمام. فهريتيرن ايه؟ ريتيرن الداتا يا باشا. طيب كلام جميل زي الفل و10 على 10. كده احنا ايه؟ خلصنا الجزء الكرييت اسync سام كده. طيب هل هنا انا هاجي جوه الريديوسرز دي واحط الاكشن دوت او الفانكشن ديت؟ لا، دي ليها معاملة خاصة. بعمل حاجة اسمها اكسترا المفروض اسمها اكسترا ريديوسر. انا كاتبها غلط ولا ايه؟ ريديوسر. انا شغال جوه الريديوسرز اصلا فمش ظاهرة عندي هنا. يا نهار ابيض. ما علينا، ماشي. اكسترا ريديوسرز هو جابها لي اهي. طيب دي بتاخد ايه؟ بص، هي بتاخد بارامتر واحد اسمه بلدر. طيب بعمل ايه بقى في البيلدر ده؟ بص، انت بتروح جاي كاتبه هنا كده، وتبدأ تدخل جواه بقى تعمل كل اللي انت عايزه. يعني مثلا انا عايز اعمل اد برودكت، فبدخل بضيف حاجه اسمها اد كيس، واضيف الايه؟ الكيس بتاعتي. طب انا عايز افيتش داتا، بتعمل برضو نفس جوه البيلدر. شفت انت لما بتستخدم الفيتش تقول له مثلا زن دوت زن دوت زن، هي نفس الفيتش صح اللي بتقعد تزن عليها كل ده كله، هي نفس الكلام. اعتبرها هنا فيتش، وكل ايه ما تعوز تضيف كيس زي ما هي، ضيف الدوت بتاعتك وقول ايه؟ اد كيس. طيب عايزين نكرر الكلام ده ونشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. فانا عايز اضيف كيس. ايه الاكشن كريتور بتاعك؟ والله الاكشن كريتور بتاعي، بص هو هكتبه لك الاكشن كريتور بتاعك هو الفيتش اول برودكتس. طيب كلام جميل، هتحطها لي هنا. بتعمل دوت وبتسال نفسك سؤال، في حاله مثلا الفولفيلد، ولا في حاله البندنج، او في حاله ريجكتد. يعني بص، مش انت لما بتبعت اي بي اي وارد ان هو يبقى بندنج؟ طب انت تقدر تعمل هنا في حاله البندنج مثلا تنفذ ستيتمنت معين. يعني مثلا عندي هنا الايه؟ الفولفيلد اهي، اللي هو ايه؟ لو البرودكت بتاعك او الريكوست بتاعك تم وكل حاجه جميله وزي الفل، ما عندكش مشاكل، عايز تعمل ايه؟ والله اعمل الفانكشن دي. طيب بتساوي ايه؟ سوري، ستيت، وبتاخد مني الاكشن بتاعي عادي جدا. طيب يبقى عرفنا ان احنا عندنا ان ممكن في حاله البندنج اعمل مثلا ستيتمنت معين اظهر حاجه معينه، في حاله الريجكتد مثلا وليكن اعمل حاجه معينه، وهكذا. بس طبعا احنا محتاجين الفولفيل دلوقتي عشان خاطر دي ايه اللي شغالين عليها. طيب عاوز تعمل ايه؟ انا دلوقتي بفتش صح؟ يعني في داتا كامله راجعه مظبوط. طيب بيعمل ايه برضو؟ هقول لك يا باشا ريتيرن الاكشن دوت بي لود. تمام. معلش كده مكالمه، نكمل. احنا هنا عملنا البيلدر بتاعنا، جبناه وقلنا له هتضيف عندك كيس معينة. طب الكيس دي محتواها ايه؟ والله الكيس ديت محتواها ان انا بجيب الداتا بتاعتي من الاي بي اي اللي انا بعته، اللي هو انا بعته هنا. تمام. ده طبعا ده جيت، وده شكل الجيت بشكل عام لو الجزء ده. طيب كده انا خلصت هنا الكيس دي. الكيس دي يعتبر خلصت. طيب اقدر استخدمها ازاي؟ بص الموضوع بسيط جدا زي الفل. احنا هنا عملنا اكسبورت الفيتش او البرودكتس صح؟ تعال نجيبها في البرودكتس بقى. فطبعا بجيبها وبعمل سايد افكت بحيث ايه يتعمل لها لودنج اول ما الصفحه تترندر عندي. فبقول له يوز
effect هتنفذ لي الفانكشن دي، هتعمل لي ايه؟ والله بص، هتعمل لي dispatch للفانكشن اللي اسمها fetch all products. طيب جميل، وهنديله هنا الديبندنسي array فاضية. تمام، لحد هنا كل حاجة فل الفل. ممكن ايه، احنا كده كده عرضنا هنا في الكونسول، تعال نبص عليها. قال لك ما شاء الله جابها لك وزي الفل. قال لك ايه، عندك ال20 برودكت جابهم لك هنا، يعني الدنيا عندنا جميلة، كل حاجة شغالة والاستورج شغالة، كل حاجة زي الفل. طيب كده احنا عملنا هنا اكسترا ريديوسر. طب انا هندسة، ما انا معلش برضه، ما انا هيجي عليا وقت احتاج ايه ابعت داتا للباك او ايا كان ابعت داتا. طيب هنا بقى ايه، محتاجين نعمل حاجة بسيطة كده. ممكن نيجي فين، ممكن نيجي هنا. انا كده كده عامل اصلا ملف جيسون هنستخدمه كداتابيس لينا، ممكن نفتحه نبص عليه. طيب هو هنا في قد ايه، فينا 5 منتجات. ماشي، عايزين بقى نبدأ نحط فيه داتا. طيب هنحط داتا فيه ازاي؟ طبعا عندنا ايه، كيورد اسمها برودكتس اهي، ديت الاند بوينت بتاعتي اصلا. طيب هنيجي هنا ونشغل الفايل ده. هقول له بسم الله جيسون داش سيرفر داش واتش، اسم الملف فيه ايه، database دوت جيسون او دي بي دوت جيسون. على بورت كام؟ ممكن نفتح مثلا على بورت مثلا 8000. جاب لك الاند بوينت اهي، والملف اشتغل وكل حاجه زي الفل. طيب كلام جميل وعظمه. تعالى بقى ناخد اليو ار ال ده ونحطه عندنا ونجرب نفتش نشوف ايه اللي هيتم معانا. نشيل بس ده من هنا كده. جاب لك ايه، 5 منتجات اللي عندنا. طب عايزين بقى نبدأ نحط الداتا، نحطها ازاي؟ بص، مش انا هنا باخد داتا من اليوزر عن طريق الفورم دي. ممكن برضه نزود حتة كمان هنا، نعرض الستيت بتاعتنا. ستيت يا عم بقى، ستيت دوت ماب، واقول له عندك برودكت ورجع لي. ممكن نستخدم ريتيرن على طول، اقول له مثلا رجع لي ايه h2، هترجع لي جواها هنا البرودكت دوت تايتل. طبعا عشان خاطر ديت مابنج يعني ايه، محتاجين نديها ايه الكي. هنعمل ايه، والله البرودكت دوت اي دي. المفروض ان هو كده يعرض لنا الداتا بتاعتنا، عرضها الحمد لله، والايرور مفيش اي ايرز معانا. تمام كده لحد هنا كل حاجه جميله وزي الفل. انا عايز بقى ايه، ابدا ابعت داتا. هنقفل بس دي كده ونركز في موضوع ايه، نبعت داتا ازاي. عشان هنا كريت فانكشن فوق هنا ان اجيب بقى داتا تمام نفس الطريقه من كريت واحده نبعت بيها داتا. طيب يا سيدي تعالى نقول له اكسبورت كونست اد برودكت اي بي اي مثلا، واقول له هنا ايه كريت async song. تمام، وهقول له هو عايز مني طبعا ايه التايب بريفكس بتاعي، فالتايب بريفكس هيكون ايه برودكت سلايس. تعال نخش هنا جوه كده، وهقول له سلاش اسمها ايه اد برودكت اي بي اي، وطبعا ايه هو عايزها بشكل سترينج، فانا هحطها بشكل سترينج، وابدا اعمل ايه سينك ايه فانكشن بتاعتي. طبعا هنا بقى هنديله بارامتر، لان انا ايه هيبقى عندي ساعه ما هندي على الاد برودكت اي بي اي هحتاج اديها البرودكت اللي انا محتاج احطه صح. طيب فهقول له مثلا هنا ايه البرودكت بتاعك. طيب وهاجي هنا، طب انا هعمل ايه هنا نفس اللي عملناه، ما هتعمل اي بي اي بوست عادي جدا. طيب نعمل كده ازاي، اقول لك كونست عندك ريكوست مثلا وليكن هيساوي ايه، هيساوي فيتش. طيب عايز تبعت على ايه، والله عايز ابعت على الاي بي اي يو ار ال الموجود ده. طبعا ده بوست، فلازم نديله ايه شويه حاجات هنا كده. هنديله الميثود والهيدرز، وهنديله البادي. طب الميثود بتاعتنا ايه بوست. طيب جميل، الهيدرز بتاعتنا اللي هي المعروفه، اللي هي هنديها اوبجكت كده ونقول له content داش طيب، وهنديله هنا السترينج كفاليو، نقول له application سلاش
جيسون. طيب كلام جميل وزي الفل. البادي هحط فيه ايه؟ هحط فيه بقى الايه، البارامتر اللي معايا، اقول له string فاي. طب البارامتر اللي هو ايه؟ اللي هو البرودكت ده اللي انا اصلا مستلمه، ده اللي انا هبعته صح؟ طب احطه هنا بس كده. بس كده الدنيا جميلة وسهلة وبسيطة. وهنيجي هنا وهنقول له كونست الداتا بتساوي، نعمل اوت هنا وهقول له انت عندك ريكوست طالع صح؟ هندلهولي جيسون. واجي هنا هقول له ايه؟ ريتيرن الداتا دي. كلام جميل وزي الفل. اعمل الكلام ده او هندل الكلام ده هنا ازاي؟ مش احنا قلنا البيلدر بتاعنا اللي بنضيف من خلاله كل الكيسز اللي عندنا؟ قول له دوت اد كيس. طب الكيس هنا بنديها ايه؟ زي العادي زي ما قلنا قبل كده، بنديله الاكشن كريتور بتاعنا. ادي الاكشن كريتور بتاعنا اللي هو اد برودكت اي بي اي، واجي هنا احطه. طيب الحاله اللي انا المفروض احددها هنا في حاله مثلا الفولفيلد، عايز تعمل ايه؟ والله في حاله الفولفيلد يعمل لي الفانكشن دي. طيب هي بتاخد ايه؟ بتاخد ستيت وبتاخد اكشن اللي احنا متعودين عليه. طيب كلام جميل وزي الفل. ايه اللي هيحصل هنا بقى؟ قال هنا انا هريترن؟ لا انا مش عايز ريترن، انا عايز ابوش داتا. طب هل هنا هعمل ستيت دوت بوش اكشن دوت بي لود زي ما عملت فوق هنا كده؟ مش انا هندلت الجزء بتاعي كاسynchronous؟ خلاص هندل يا باشا ايه الجزء التاني زي نفس الكلام. يعني انا هنا لما هاجي هنا واقول له الاد برودكت دي، اقول له مثلا اي بي اي كده، ودي في البرودكت ده في الاي بي اي، هيضيفوا لي في الملف الجيسون اللي انا عامله؟ والله المفروض بس عادي نيجي نتست نشوف، يمكن الكود ليه رأي تاني. نقول له تيست، ما شاء الله ضافوا هنا اهو، وخرجوا لي في اليو اي وخرجوا لي في اللوج، ما شاء الله. طيب كده احنا شرحنا ريدكس تول كيت بكل بساطة. هي مش صعبة، هي كل اللي بتعمله حضرتك بتعمل سلايس اهو. ادي السلايس بتاعك، احنا بس ايه نوضحه كده. ده السلايسر بتاعنا، وهنا حطينا النيم، بنديله نيم وبنديله انيشال ستيت وبنديله الريديوسر. طب انا لو عندي اسينك يعني ريديوسرز او اكشن اسينكرونس، بعمل لها اكسترا ريديوسرز. طيب وبديها حاجه اسمها بيلدر، ده بيدخل معاك كبارامتر، وابدا اشتغل عليه من جوه، من خلاله ببدا اضيف الكيسز بتاعتي. انا هنا عملت كيس اولى، قلت ايه؟ لو عندي داتا محتاج اجيبها كلها فبريتيرن الاكشن دوت بيلود الداتا اللي جايه. طب انا عملت لها ميوتيشن دايركت على طول. دي ميزه الريدكس تول كيت، بتقدر تخليك تعمل ميوتيشن دايركت على طول. وجيت هنا نفس الكلام، انا محتاج اضيف منتج معانا، فضفت منتج وقلت له ستيت دوت بوش معانا. طبعا الكلام ده كان في رياكت عادي يبهدل الدنيا، وكذلك في ريدكس عادي برضو يبهدل الدنيا. طب ممكن برضو نروح نبص على الجيسون بتاعنا نشوف فعلا الاخير ده اتضاف ولا لا. اهو اتضاف معانا دوت الاي دي اللي احنا عملناه بالديت دوت ناو، ودوت التايتل اللي دخلناه من اليوزر او خدناه من اليوزر. كلام جميل وزي الفل. كده نقدر نقول ان احنا درسنا او فهمنا مع بعض الريدكس كبيز من تحت خالص من اول الجافا سكريبت، ورجعنا شرحناها بالرياكت، وعرفنا ان الفرق يعني بسيط جدا لما تشتغل ريدكس بس بالرياكت. وشرحنا النهارده الريدكس تول كيت. كده ان شاء الله الريدكس يعتبر خلصت. لو في حاجة تانية فانت خلاص، انت كده معاك البيزكس، خلاص عرفت ازاي تهندل داتا، ازاي تجيب داتا، ازاي تضيف داتا. طبعا بقى الديليت والابديت انت عارف خلاص، انت عرفت البيز كله، عرفت البيز عامل ازاي تقدر تتعامل، مفيش اي مشكلة. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى تكونوا استفدتم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.